للمنتخب المغربي في مباراته الأخيرة أمام زامبيا قدم أداء مختلفا، لكن الحقيقة أن هذا الفوز ليس سوى فقاعة شكلية. فالمنتخب الزامبي هو الأضعف في المجموعة، ولم يشكل أي تهديد حقيقي، مما جعل السيطرة المغربية تبدو سهلة ومضللة. التحول في التشكيلة كان ضروريا، حيث خضع وليد الركراكي أخيرا لضغط الجمهور والخبراء. فالتغيير الجوهري الذي طال انتظاره تمثل في كسر حاجز المحاباة واعتماد المعايير التقنية الصحيحة، حيث أثبتت التجربة أن إشراك اللاعبين ذوي النزعة الهجومية في الوسط، كما حدث مع الزلزولي على الجهة اليسرى، وإعادة توزيع الأداء، خلق توازنا مفقودا، ونالت العناصر المستحقة فرصتها مثل الشيبي وأخو ماش، وأعطت الانطباع بالجدية والانسجام مع الخطوط الخلفية. استدعاء نائل العيناوية كلاعب ارتكاز عصري كان الدرس الأبرز، عكس الصورة التي فرضها سفيان أمرابط الذي كان عبئا على الفريق في المباريات. وزد على ذلك فموقف الركراكي من جواد اليميق يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير الانتقاء. فكيف يستدعي مدرب لاعبا لا يشارك أساسيا مع ناديه المتذيل الذي يتلقى الأهداف ويهزم في أغلب المباريات؟ لهذا كشفت المباريات أن المنتخب المغربي كان ضحية لعاطفة المدرب وتمسكه بمجموعة محددة بأسلوب النادي المغلق، وإقصاء لاعبين متميزين جاهزين ومتعطشين للإثبات. الخطر الحقيقي ليس فقط في المنتخبات التي تدافع بشراسة، بل في المنتخبات التي تعرف كيف تسجل الأهداف، وهذا ما نطمح للمنتخب أن يفعله. والمنتخب لم يبرهن بعد على قدرته في مواجهة خصوم أقوياء. الخبراء يحذرون من أن الصدمة قادمة، وأن الإقصاء محتمل إذا استمر الركراكي في الاعتماد على نفس النهج السابق المبني على المحاباة والعاطفة. كرة القدم لا ترحم. الفوز على فريق معدوم كرويا لا يجب أن يغطي الشمس بالغربال. الطريق إلى الكأس يمر عبر الاستماع للجمهور والخبراء، والاعتماد فقط على اللاعبين الجاهزين تنافسيا وفنيا. غير ذلك سيكون مجرد وهم قصير الأمد.